يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده هي كيكه مليانه صوص من النص كده مش طبيعي، تحفه. هي كيكه القوس او زي ما بيسموها كيكه الحفره، عشان مجرد ما بتقطعيها بتنزل بركان من الشوكولاته. يلا معايا عشان نشوف الطريقه بالتفصيل. اول حاجه بننزل بالبيضتين اللي معانا، وبننزل بكيس الفانيليا عشان الزفاره بتاعه البيض تروح، ونضرب البيض ضربه خفيفه كده. هننزل بقى بكوبايه سكر ونضربهم كويس جدا لحد ما اللون بتاعها يفتح، لون البيض بتاعنا يفتح. زي ما انتم شايفين لون البيض عندنا فتح وعمل فوم كده، ده بيخلي كيكه هشه. نفس حجم الكوبايه المعياريه هننزل بكوبايه لبن. كل مكون بننزله بنضربه ضربه خفيفه مع البيض. بنفس حجم الكوبايه برضو هننزل كوبايه زيت. هنا بننزل بكوبايه دقيق ونضربهم كويس جدا مع الخليط. بعد كده ننزل بحوالي كوبايه ونص تاني دقيق مع كيس البيكنج باودر، يبقى التوتال بتاعنا كوبايتين ونص دقيق. هنا بقى نضرب الخليط كويس جدا مع بعض. هنا كده تمام السمك بتاعنا. هننزل بقى بكوبايه كاكاو خام، يا ريت يكون النوع اللي هو من غير سكر ويكون غامق، ده بيدي طعم حلو جدا للكيكه. هنا انا حبيت استخدم صينيه بتفتح من الجنب عشان انا كنت عامله كيكه دي اصلا لاصحاب بنتي، فكنت عايزه اطلعها من الصينيه. لكن انتوا عادي لو هتاكلوها انتوا ببيتكم عادي، اي بايركس عندكم، اي صينيه مدوره مقفوله، مش شرط تكون حاجه بتفتح من الجنب. هنبدا بقى نرش شويه زيت عليها ونعفرها بشويه دقيق عشان الكيكه تطلع معانا بسهوله. هنبدا بقى ننزل بالخليط بتاعنا في الصينيه. احنا زي ما قلنا كنا فاتحين الفرن على درجه عاليه. اول ما ندخل الصينيه بنوطي الفرن على درجه 180، بنقلله يعني. ونحط الصينيه في الرف اللي في النص. ما نفتحش على الفرن قبل ما يعدي نص ساعه. قبل نص ساعه الكيكه هتهبط معانا. بعد ما تعدي نص ساعه عايزه تشوفي الكيكه بتاعتك مفيش مشكله، بس تفتحي حته صغيره من الفرن وتبصي عليها. هي بتاخد حوالي ساعه الا ربع بالظبط قبل ما تستوي. هنا خلاص كانت استوت وبردت خالص. بحاول افتحها بقى من الجناب زي ما انتم شايفين كده. افتح الصينيه. شوفوا هنا بقى بعمل ايه، بحاول اشيل قلب الكيكه، اعمل حفره زي ما قلت لكم في الاول ان هي اسمها كيكه الحفره. بحاول اشيل اللي في النص كله زي ما انتم شايفين كده. شايفين المنظر؟ وبالمعلقه كده ابدا اساوي قلب الكيكه من تاني زي ما انتم شايفين. هنبدا بقى نجيب الخلاط بتاعنا وننزل بقلب الكيكه اللي احنا طلعناه فيه. وننزل بحوالي كوبايتين لبن، ونبدا بقى نضرب الخليط واحده واحده كده. كل شويه ازود شويه كيك، ازود شويه لبن لحد ما اخلص كميه الكيك كلها. هننزل بقى بمعلقتين قشطه اللي هي بتاعت وش اللبن كده. انا بخزنهم في الفريزر، كل ما بجيب لبن بحط القشطه عندي في الفريزر واستخدمها في الحلويات. هننزل بقى بكيس كريم شانتيه. بعدين ننزل باربع مكعبات شوكولاته خام اللي هي بتاعت الحلويات دي، نسيحها في الميكرويف وننزل على الخليط ده. هنا بقى بننزل بمعلقتين كاكاو، اي نوع كاكاو تفضلوه. الكاكاو الخام نستخدمه ونعمل الكيكه في الاول، لكن الصوص ده بيحتاج ان احنا نستخدم كاكاو يكون فيه نسبه سكر شويه. زي ما انتم شايفين ده السمك اللي انا عايزاه. وبقى لي شويه كيكه على جنب، انا مش برميهم، بحطهم في كيس في الفريزر عشان بعمل بيهم صوص شوكولاته تاني. ان شاء الله هنزل لكم فيديو ازاي اعمل صوص شوكولاته طعمه تحفه ببواقي الكيك. هنا بنزل بقى بالصوص على الكيكه زي ما انتم شايفين كده، وادخلها التلاجة بقى. ما بقطعهاش قبل ما يعدي الساعتين عشان الصوص ده يمسك شويه. هنا بوريكم ان انا حطيت بواقي الكيك في كيس وهحطه في الفريزر. استنوني ان شاء الله هعمل لكم فيديو زي ما قلت ازاي اعمل صوص شوكولاته للحلويات ببواقي الكيك، بيبقى رهيب. هنا خلاص الكيكه بقت جاهزه عندي للاكل على طول. انتوا بقى زوقوها باي حاجه تحبوها. انا قطعت شويه بندق، طحنت شويه بندق صغيرين كده وحطيتهم على الاطراف زي ما انتوا شايفين. هي كيكه تحفه تتاكل من غير تزويق اصلا، بس انا حبيت ازوقها بس علشان كان صحاب بنتي وعيد ميلادها وكده، فقلت تبقى شكلها حلو يعني. فحبيت افتكس واكمل تزويق واكتب اسمها في النص. فجبت طبعا ما عنديش كيس حلواني، فطبعا بنتصرف. جبت كيس وحطيت فيه شوكولاته سايحه وفتحته حته صغيره من الطرف وبدات اكتب اسمها عليه. الشوكولاته اللي استخدمتها هي قوالب الشوكولاته اللي هي بتاعت الحلويات، سيحتها في الميكرويف ودخلتها في الكيس وربطت الكيس من الناحيه التانية عشان الصوص ما يخرجش لورا. زي ما قلت لكم كنت عاملاها عيد ميلاد بنتي، فكنت مقرره لما اقطعها اصورها لكم، بس للاسف اتنسفت ونسيت اصورها. بس عايزه اقول لكم على ضمانتي بجد لازم تجربوها، بجد وصفه تحفه. انتوا مجرد ما بتقطعوها اصلا الصوص ده كله بينزل زي البركان كده، طعمه رهيب. انا اصلا كل اللي اكلها افتكروها جاهزه، مكانش مصدقين خالص انها معموله في البيت. بجد يا جماعه رهيبه. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو، لان ده بيشجعني ان انزل لكم كل يوم فيديوهات جديده. ولو مش مشتركين عندي يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد بنزله. وكده اقول لكم استنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.